My line! ليه ألعاب السولز صعبة؟ ألعاب السولز بقت من أشهر أنواع الألعاب اللي في السنين الأخيرة، ومع نجاح ألعاب زي إلدر رينج ودارك سولز وسيكرو ناس كتير بدأت تجرب النوع ده لأول مرة. لكن تقريبا أول حاجة أي لاعب بيقولها بعد كام ساعة من اللعب إيه الصعوبة دي؟ بس السؤال الحقيقي هنا، هل العاب السولز صعبة فعلا ولا احنا اللي متعودين على نوع مختلف من الالعاب؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الاسباب الحقيقية اللي خلت العاب السولز مشهورة بصعوبتها، وازاي شركة فروم سوفت وير قدرت تخلي ملايين اللاعبين يحبوا العاب بتموت فيها كل 5 دقايق. ازاي بدأت العاب السولز؟ قبل ما نتكلم عن صعوبة الألعاب لازم نرجع شوية لورا لسنة 2009. نزلت لعبة ديمون سولز، واللعبة كان وقتها لعبة مختلفة عن الألعاب التانية. في الوقت ده أغلب الألعاب كانت بتحاول تساعد اللاعب بكل الطرق، يعني سهم بيقولك تروح فين، خريطة مليانة علامات وتعليمات لكل حاجة. لكن ديمون سولز عملت العكس حرفيا. اللعبة كانت بتقولك اتصرف بنفسك، يعني تنزل العالم كده يرموك في العالم ويقولك انت روح هنا وروح هنا، ده علمك انت. بعدها نزلت سلسلة دارك سولز واللي خلت النوع ده مشهور جدا، وبعدها جت بلاد بورن وسيكرو واخيرا إلدر رينج. السبب الاول، اللعبه ما بترشحلكش حاجه. في اغلب الالعاب اول ساعه بتبقى مجرد شروحات، لكن في العاب السولز اول ساعه ممكن تموت فيها 10 مرات وما تفهمش انت غلطت في ايه اصلا. اللعبة ما بتقولكش احسن سلاح ولا احسن درع ولا حتى المكان الصح اللي انت تقدر تروحه، وده بيخلي كل اكتشاف ليه قيمة. لما تلاقي سلاح قوي او منطقة سرية بتحس انك اكتشفتها بنفسك، يعني مش اللعبة هي اللي قايله لك روح كذا عشان انت الحتة دي فيها سلاح قوي مثلا. تاني سبب، الموت جزء من تجربة اللعبة. في العاب كتير الموت بيبقى عقاب، اما في العاب السولز بيعتبر درس. كل مرة بتموت بتتعلم حاجة جديدة. البوس ده بيضرب امتى، العدو ده ضعيف قدام ايه، امتى تعمل دوج، امتى تهاجم. البوسات، خلينا نتعرف على البوسات، وهي اكتر حاجة مخوفة الناس من العاب السولز. كل بوس ليه حركات مختلفة وسرعات مختلفة ومراحل مختلفة. في بوسات بتخليك تغير طريقة لعبك، وفي بوسات بتخليك ان انت حرفيا مش قادر تتنفس في اللعبة خالص. وده السبب ان ممكن لاعب يخلص اللعبة وهو ليفل قليل مثلا وواحد تاني يفضل واقف عند البوس لايام وهو ليفله عالي. هذا التحدي اسهل تحدي سويته في حياتي. هذا التحدي لازم اخلص إلدر رينج بدون ما الفل. اللعبة بتعاقب الطمع. البوس فاضل له ضربة واحدة فانت تقرر ان انت تضربه على طول عشان يموت، وفجأة انت اللي تموت. العاب السولز حرفيا بتعاقب اي قرار غلط. لو هجمت زيادة هتموت، لو استعجلت هتموت، لو فقدت تركيزك ثانيتين هتموت، وده اللي بيخلي الفوز ليه طعم مختلف. تصميم المراحل. الخرائط في العاب السولز مش مجرد اماكن تمشي فيها، كل منطقه معموله بعنايه. ممكن تفتح باب مختصر بعد ساعه لعب وتكتشف انك رجعت لاول منطقه. ممكن تدخل مكان غلط فتلاقي نفسك قدام اعداء اقوياء اكتر منك بكتير. التصميم ده بيخلي العالم نفسه جزء من التحدي. القصه، واحد من اغرب الحاجات اللي في العاب السولز ان القصه مش بتتحكي بشكل مباشر. مفيش مشاهد كتير تشرح لك كل حاجه، لازم تقرا وصف الاسلحه وتربط الاحداث ببعض وتفهم العالم بنفسك. وده سبب ان مجتمع العاب السولز لحد النهارده لسه بيكتشف اسرار جديده. هل العاب السولز صعبه فعلا؟ الإجابة أيوة، لكن مش بالشكل اللي الناس متخيلاه. الألعاب دي مش صعبة عشان مستحيلة، هي صعبة لأنها بتتطلب منك الصبر والتعليم وكده، فبتحتاج وقت بس وأنت تقدر تتعلمها، تركيز وتعليم. كل هزيمة بتخليك أحسن، وكل مرة بتكسب فيها بتحس إنك استحققت الفوز، يعني بتحس إن الفوز ده أنت عملته بنفسك في الحقيقة. دي الناس بتحب النوع ده لأن الإحساس بالإنجاز في ألعاب السولز مختلف. بعد ساعات من المحاولات ولما تهزم بوس كأنك يعني حرفيا هزمت بوس في الحقيقة، يعني أنت كأنك قتلته في الحقيقة.
وده السبب اللي مخلي الناس ترجع تلعب الالعاب دي تاني، حتى لو ختمتها كذا مره بترجع لها في الاخر. الالعاب السولز هي العاب مش صعبه في الاخر، هي بس بتحتاج تركيز وتعليم وان انت تبقى فايق ويعني فاهم، هي دي كده. في الاخر العاب السولز مش مجرد العاب صعبه، هي العاب بتعلمك ان الفشل وراه نجاح، وان كل مره بتقع فيها تقدر تقوم تاني وتحاول لحد ما تكسب. دلوقتي قول لي في الكومنتات ايه اول لعبه سولز لعبتها وايه اصعب بوس قابلته.